ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير مع حلقة جديدة وقصص جديدة من قصص المتابعين. والمرة دي انا جايب لكم 6 قصص من قصص المتابعين، اللي هي القصص اللي اتبعتت لي على تعليقات الفيس وتعليقات اليوتيوب. والقصص اللي انا هحكيها النهاردة هي مش قصص طويلة قوي، هي تعتبر قصص متوسطة وقصيرة، لكنها قصص مرعبة جدا، وتعتبر من احسن القصص اللي اتبعتت لي في الفترة الاخيرة. وانا هحكيها لكم على لسان اصحابها، وانا معرفش هل القصص دي حقيقية ولا مش حقيقية، انتوا اللي هتسمعوها واللي تحكموا عليها. هم بيقولوا انها حقيقية، لكن انا معرفش، انا بحكيها زي ما اتقالت لي بالظبط. المهم علشان ما اطولش عليكم في المقدمة، ان شاء الله لو القصص دي عجبتكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي. ويلا استعدوا واجهزوا علشان احكي لكم اول قصة من قصص المتابعين. بتقول صاحبة القصة الأولى: السلام عليكم أخي الغالي، أنا ندى من العراق، وحصلت معايا ومع بيت أهلي قصة مستحيل أنساها. في سنة 2003 هاجرنا من بغداد لمدينة ديالي، وكان أبويا خايف علينا من الحرب والقتل العشوائي، وأخدنا في المكان ده اللي اسمه معسكر حمادي شهاب. وكنا أنا وماما وبابا و3 إخوان و3 أخوات. استغربنا من المكان الجديد لأنه مهجور، وكان المكان عبارة عن قاعات نوم للجنود، وطول القاعة 50 متر، وكانت الحمامات ورا المكان اللي بنسميه بيت، لكن هي أصلا قاعات جنود مش بيوت. يعني أي حمامات مش موجودة في البيوت أو القاعات دي، واللي بيصحى بالليل عايز يدخل حمام لازم يمشي مسافة 200 متر لحد ما يوصل للحمامات. وكانت الكهرباء قطعة لمدة 2 شهر، وإحنا ساكنين في المكان ده شوية شوية نلاحظ حاجات غريبة. مثلا كان بابا يصحى من النوم ويمشي من غير وعي، ويروح يفتح الباب وشكله غريب وعيونه حمراء، لحد ما بابا في يوم ساءت حالته أكتر وبقى عصبي ويتنرفز على أي سبب. وكانت مستشفى حمادي شهاب تبعد عن المكان اللي ساكنين فيه 2000 متر، وتحولت لقاعدة أمريكية لمحتلين العراق اللي سكنوا بالمستشفيات اللي بأطراف بغداد. ولما يجي الليل ويضلم المكان كنا بنشوف أشكال ناس لابسة عبايات سودة، ونترعب ونستخبى ورا ماما، وكانت تشوفهم وتسكت وتصلي. وكانت أبواب الغرف لوحدها تتفتح وتنسد، وأبويا يقوم يسدها وترجع تنفتح تاني. وفجأة صرخ أبويا وجريت ماما تشوفه، فقال لها: أنا شفته في غرفة الضيوف وضربني على صدري. وكان بابا في اللحظة دي بيتنفس بالعافية. وبعد اللي حصل ده بابا قال مستحيل أبقى هنا، ورحنا سكننا بيت أحسن منه لكن في نفس المعسكر. وكان المكان الجديد جميل جدا وحواليه حديقة على شكل دايرة، لكن الغريب إن في أرضية البيت كان في مسامير مدفونة، وفي كل غرفة كان في 7 مسامير مدقوقين في الأرض. وحوالين المكان كان في بيوت، واللي ساكنينهم كلهم أصحاب أغنام وشكلهم مخيف وما بيتكلموش مع أي حد، ولما نتكلم معاهم يسكتوا ويبصوا لك بصة غريبة. بعد فترة رجع بابا لحالته السيئة، عصبي وشبه مجنون. وكنا نشوف ناس تمشي بالليل في المكان ده لابسين زي الجنود، كنا نشوفهم من الشباك، ولما بابا يفتح الباب الرئيسي ما يلقاش اي حد، وكان الباب بيترزع لوحده، والبطانية تنشال من علينا واحنا نايمين ونخاف ونسكت. وبعدين كترت المشاكل اكتر في البيت، وكان بابا عصبي وفاقد وعيه وعينيه حمرة، وفجأة سحب سلاحه وقتل اخويا، وجات الرصاصة في شريان القلب. ولما بقينا نصرخ ونبكي ونصيح: اخويا مات، اخويا مات، صحي بابا من الحالة اللي كان فيها وراح يصرخ في الشارع: قتلت ابني ومعرفش ازاي. ولما نصبنا العزا جه راجل كبير في السن قال لعمي الكبير: تعرف البيت ده قصته ايه؟ فعمي قال له لا. فقال له: قبل ما اخوك يسكن فيه كان في ناس قبليكم، اخ منهم قتل اخوه بدون وعي، ومنهم اللي أصبحوا مجانين، ولو أخوك وأسرته فضلوا قاعدين في البيت ده هيتقتلوا واحد ورا واحد. وبتقول صاحبة القصة: وبعدها ماما اتطلقت من بابا لأنه قتل أخويا، وبعدين بابا اشترى بيت وسكن إخواني وأمي فيه، وهو تركنا وسافر ومرجعش من اليوم ده، واتجوزوا إخواني وأخواتي،
وانا اتجوزت وعندي اطفال، والحزن ما فارقش حياتي واشتياقي لشملنا اللي فرقوا الظهر والزمان. والحمد لله على كل حال، ما دايم بس غير وجه الله تعالى. وتحياتي إلك يا أروع يوتيوبر وأطيب إنسان، رب يحفظك لزوجتك وأولادك، أمين يا رب العالمين. ولحد هنا خلصت القصة الأولى، وشكرا يا ندى على الدعوة الجميلة دي. وتعالوا أحكي لكم القصة اللي بعدها. بيقول صاحب القصة التانية: السلام عليكم، أنا شاب اسمي مالك من الأردن وعمري 25 سنة. قصتي كالتالي: أنا كنت عسكري بالجيش في منطقة القطرانة جنوب الأردن، وهي عبارة عن لواء وتجميع لمجموعة كتائب. وللتنويه، على بعد 200 متر من مكان الحادثة كان في سكة حديد قديمة مهجورة من أيام الدولة العثمانية. وبيقول مالك: في ليلة باردة وكانت الساعة 2 بالليل، كنت طالع وظيفة أو حرس على جراج سيارات النقل الخاص بالكتيبة اللي أنا بخدم فيها. كنت واقف على البرج وسمعت صوت حصى بينزل على سقف الجراج الحديدي. طنشت وكملت سجارتي، وبعد شوية لقيت الغطا الفولاذ بتاع المدفع بيرتفع وبيترزع جامد بقوة، وصوته عالي جدا. وعلى فكرة وزنه تقيل جدا، محتاج شخصين علشان يقدروا يفتحوه. رحت نزلت جري من البرج اشوف مين اللي عمل كده، والصدمة كانت اني ما شفتش شيء ولا اي حاجة. قربت من المدفع لقيت الحصى بتتحدف على السقف. هنا انا ابتديت اترعب، وكنت بمنطقة بعيدة عن سكن العساكر او السكنات العسكرية. سميت بالله وقعدت الف بالجراشات اللي كان عددها 4 علشان الاقي تفسير. ومش معقول ان في حد بيهزر معايا، والمسافة من الوحدة للشارع او الطريق العام تقريبا 8 كيلو متر. بعد شوية لقيت حاجة بتمر قدامي زي لمح البصر. هنا قلت أنا بهلوس أو حاجة، ومن شدة الخوف اللي أنا كنت فيه ركبت الخزنة على السلاح وسحبت طلقة ببيت النار. يعني أي حد يطلع قدامي بضربه على طول. وبعد شوية جه زميلي يستلم مني الحراسة علشان ارتاح. وطول الليلة دي ما نمتش من الرعب. والصبح طلبت أجازة أسبوع لأني كنت تعبان ومرهق. وبعد فترة قدمت استقالتي من الجيش وسافرت تركيا، وانا حاليا عايش فيها. والقصة دي حصلت في شهر 11 بسنة 2018، وعمري ما هنسى الليلة المنيلة دي. وكده انا خلصت قصتي. وفي الاخر بيقول لي: بنحبك يا عم شريف، وانا برضو بحبك يا مالك، انت وكل اهل الاردن. ولحد هنا خلصت القصة التانية بتاعت مالك. ويلا نبتدي نحكي القصة التالتة. القصة التالتة من مصر. بتقول صاحبتها: زمان كنا ساكنين في المنيب، واللي يعرف المنيب هيعرف ان كان فيها ترعة، والترعة دي كانت قدامنا بالظبط، وكان ورانا شريط قطر، وما كانش ليه سور او حاجز بينه وبين البيوت وقتها. وكان بيحصل حوادث كتير على شريط القطر، وجثث اشكال والوان. ده غير الترعة اللي كان ليها يوم بيفتحوا الكوبري بتاعها، وكنا بنلاقي جثث عايمة على وش المية. وطبعا الجيران كانت بتبلغ على طول. وطبعا مش قادر اوصف لك الخوف اللي كنا بنحس بيه لما كنا بنشوف جثة في الترعة او تحصل حادثة على شريط القطر. كان بيحصل مواقف كتير مرعبة لينا وللجيران ولأي حد بيعدي في الشارع في وقت متأخر. خليني احكي لك اهمهم واللي لسه ثابت في ذهني لحد دلوقتي. انا كنت وقتها عندي حوالي 16 سنة، وكنت بحب السهر جدا. وفي يوم كنت سهرانة زي عوايدي في البلكونة، فجأة سمعت صوت واحد جاي من ناحية القطر وبيصرخ وهو بيقول: الحقوني، أنا شفته أنا شفته. وفجأة الجيران اتلموا وحاولوا يهدوه، ولما هدي شوية قال: أنا كنت معدي من على شريط القطر، فجأة سمعت واحد بينادي عليا وبيقول: يا أخ، ما شفتش دراعي؟ بصيت على صاحب الصوت، لقيت واحد كله دم وجسمه متقطع وعينيه مبرقة ودراعه مقطوع، فخفت من شكله وطلعت اجري. لكن فجأة لقيت حد مسكني من رجلي ووقعني على الارض. بصيت لقيت دراع طويلة خارجة من الارض وبتحاول تمسكني من رجلي، فقمت من مكاني بالعافية وانا بصرخ. وبتقول صاحبة القصة: بصراحة يا أوشا الموقف ده كان مرعب جدا، ولحد دلوقتي مش قادر انسى نظرات الرعب والخوف اللي شفتها في عيون الراجل ده. وبتكمل وبتقول: خليني بقى احكي لك على موقف حصل لي انا شخصيا. كنت واقفة انا واختي في البلكونة سهرانين بنتكلم وندردش، فجأة لقينا قطتين واقفين بيصرخوا قصاد بعض بطريقة مخيفة، وصوتهم كان عامل زي صريخ الأطفال. كان صوتهم مزعج جدا. راحت أختي الله يهديها جابت شفشق مية
وراحت راميه على القطتين دول. القطط فعلا مشيت واختفت خالص، لكن بعدها بشوية سمعنا نفس صوت القطتين دول، لكن المرة دي كانوا واقفين قدام باب شقتنا. مع العلم إننا كنا ساكنين في الدور الرابع، يعني القطط سابت كل الأدوار والشقق اللي حوالينا وطلعت لحد شقتنا إزاي معرفش، وكأنهم كانوا بيتحدونا ويقولوا لنا إحنا هو. وبصراحة يا أوشا مش ده الموقف الوحيد اللي حصل معانا، إحنا كنا بنشوف أهوال وبس. ولحد هنا خلصت القصة التالتة، وتعالوا أحكي لكم القصة الرابعة. بتقول صاحبة القصة الرابعة: هحكي لك يا سيدي قسما بالله حصل فعلا اللي هقوله بالفعل. كان عندي 17 سنة، وفي الوقت ده أمي كانت تعبانة جدا وكانت لسه خلع ضرسها. كان الوقت متأخر فما لقيتش صيدلية فاتحة علشان تجيب العلاج، وتعبت جدا بالليل حوالي الساعة 3 الفجر. صحيت أختي الكبيرة علشان نروح نشوف أي صيدلية فاتحة. مشينا لآخر الشارع بتاعنا والدنيا ساكتة خالص لأننا كنا في الشتاء. المهم واقفين مستنيين تاكسي، فسمعت صوت واحدة بتعيط. ببص ورايا لقيت ست كبيرة قاعدة على الرصيف ولابسة عباية وطرحة سودة وجنبها بؤجة فيها هدوم، فراحت مشاورالي بإيديها كده. فأختي شافتها وقالت لي: خليكي جنبي اوعي تروحي. قلت لها: لا حرام، تلاقيها عايزة حاجة. قالت لي: لا ما تروحيش. المهم أنا أصريت أروح لها وقلت لها: نعم يا حاجة، عايزة ايه وايه اللي مقعدك كده في الوقت المتأخر ده؟ قالت لي: انا جاية من مكان بعيد لبنتي ومش عارفة اوصل لها. قلت لها: طب بنتك ساكنة فين؟ قالت لي: مش عارفة، على العموم خديني وصليني معاكي بره على طريق العربيات. قلت لها: ماشي يا حاجة تعالي. وكل ده وهي بتكلمني ووشها في الارض. راحت اختي زعقت لي وقالت لي: تعالي هنا، ملكيش دعوة بيها وتعالي. المهم ما ردتش عليها. قلت لها: قومي يا حاجة هاتي ايدك. فجت تمد ايديها، راحت رافعه وشها. اختي شافتها وراحت ندهت عليا بصوت عالي قوي وقالت لي: حاسبي بسرعه، ابعدي ايدك عنها. وانا ببص لاختي واقول لها: ايه في ايه، انت بتزعقي كده ليه؟ وبلف وشي علشان اشوف الست، ما لقيتش حد. قعدت ابص حواليا ما لقيتش حد خالص. استغربت قوي هي راحت فين وانا رايحه ناحيه اختي وخايفه جدا. وفجاه لقيت قطه سودا قوي لونها زي الفحم وعينيها غريبه. خفت منها ولقيتها بتجري عليا، فلقيت اختي قعدت تقرا قرآن بصوت عالي واختفت. المهم رحت انا واختي الصيدليه، واحنا راجعين لقينا الست قاعده تاني في نفس المكان. فجريت انا واختي بسرعه، لقيناها واقفه على نصة الشارع وبتشاور لي تاني. في الوقت ده الفجر اذن ولقيتها اختفت تاني. ومن ساعتها وانا عمري ما بقف اتكلم مع اي حد غريب في الشارع ابدا. ولحد هنا وخلصت القصة الرابعة، واستعدوا علشان احكي لكم القصة الخامسة. القصة الخامسة هنرجع تاني للعراق الشقيق، وبيقول صاحبها: عايز احكي لك قصة حصلت معايا من حوالي 30 سنة تقريبا. كان وقتها عمري 14 سنة، وكانت بداية حرب الخليج التانية سنة 1991. كانت أيام الحرب باردة ومظلمة وقصف مستمر. والدي كان جندي وأنا كنت أكبر إخواني الستة، وكنت متحمل مسؤولية كبيرة، مع العلم بإننا نسكن بمنطقة زراعية. وفي يوم خلص الأكل من بيتنا، وأمي طلبت مني أشتري الطحين من مخازن توزيع المواد الغذائية. المهم طلعت من الساعة 10 الصبح واتفاجئت بالطابور الطويل قدامي، وكانوا الناس كأنهم في مجاعة. المهم اني وقفت بالطابور، لكن كان في ناس مفترية ما بتقفش في الطابور، وفضلت في الطابور لحد أذان المغرب وانتهاء توزيع التمويل، وما قدرتش أحصل الطحين. رجعت للبيت وكانت أمي بانتظاري هي وإخواني، وغضبت مني ورحت أنا أشرب المية، لقيت المية مقطوعة. فقررت أجيب مية من نهر قريب من بيتي بيبعد 3 كيلومتر، مبادرة مني علشان أراضي أمي. المهم مشيت على الطريق اللي كان عبارة عن مزارع للجنبين، ووصلت للنهر ومليت برميل المية، ورجعت أسحب العربية باتجاه البيت. وبدأت الدنيا تبقى ليل وعتمة، وبدأت أصوات القصف، وحسيت إن الطريق بقى طويل وكأني ماشي وأنا ثابت في مكاني. وكنت بقول لنفسي ده بسبب تقل برميل المية. لكن فجأة بالطريق
سمعت صوت احتفال لناس وزغاريت وأغاني، وقلت في حالي يمكن حد مشغل راديو وبيسمع أغاني وطنية اللي كانت الإذاعة مشغلاها طول الوقت. وأنا ماشي بخطواتي البطيئة بقى الصوت يبقى أقرب وأوضح على جنب الطريق، وبدأ الجو يبقى حر بالرغم من برودة الطقس، وابتديت أحس بضيق. وأخيرا وصلت لمصدر الصوت، واتفاجئت بمجموعة من الأطفال بيرقصوا وعليهم لبس غريب كأنهم لابسين طراطير على دماغهم ومن تحت بنطلونات عريضة. فبدأت أشتم أهل الأطفال دول في نفسي لأنهم سمحوا لأطفالهم الخروج في الوضع ده وفي المكان ده، وصرخت على الأطفال وقلت لهم الوقت ده مش للعب، ارجعوا للبيت. ويا ريتني كنت اتخرست وما اتكلمتش. فجأة وقف الأطفال عن الرقص، ووجهت ضوء الفانوس اللي كان معايا ناحيتهم علشان أعرف هما من أنهي عيلة، وفكرت إنهم يساعدوني في الطريق علشان أوصل قريتنا. لكن اتفاجئت إن دول مش أطفال، إنما هما كبار في السن، واتفاجئت بشكل فمهم الكبير وشكل أسنانهم كأنها نحاس وطويلة. كان منظر الناس دول مخيف لدرجة إن الفانوس وقع من إيدي، وجريت بأسرع ما عندي باتجاه القرية، وحسيت إنهم بيجروا ورايا وأحيانا بيسبقوني، وأحس بضرباتهم على جسمي. ووصلت للبيت ودخلت على أمي وأنا مرعوب ومصدوم، وفضلت أمي قاعدة جنبي للصبح. واتفاجئت بالألم الشديد في كل حتة في جسمي من كتر الضرب، وبقيت راقد في سريري لمدة شهر، لا أقدر أقوم بأي شغل ولا أعرف مين الناس دول. ولحد هنا وخلصت القصة الخامسة، واستعدوا علشان أحكي لكم القصة السادسة والأخيرة. بيقول صاحب القصة السادسة: حصلت القصة دي معايا بالفعل لما كان عمري 15 سنة، وبالتحديد كنت في تالتة إعدادي، وأنا عايش في قرية بالصعيد بمحافظة بني سويف. وكنت بذاكر واسهر للساعة 1 أو 2 يوميا، واصحى الساعة 6 للمدرسة. وفي يوم كنت سهران للساعة 2 أو 3 الفجر تقريبا، ونمت وصحيت تعبان الساعة 6 ورحت المدرسة. ولما رجعت الساعة 12 الظهر اتفاجئت بحالة وفاة لجاري، كان راجل طيب، ورحت مع الناس للدفنة بالمقابر اللي بشرق النيل، ومفيش فيها إلا صحراء وطريق أسفلت نادر مرور السيارات عليه إلا كل حين وحين، وحاليا بقى طريق دولي. المهم لما وصلنا المقابر كان العصر أذن، فاتوضيت للصلاة وصليت العصر. وفي وقت حفر قبر المتوفي غلبني التعب والإرهاق ومحتاج انام، فقلت اروح انام شوية جوه مقبرة كبيرة، ولما يخلصوا كده كده السيارات بتفضل تزمر علشان لو في حد بعيد يجي ويروح معاهم. لكن التعب خلاني محسش بأي حاجة، وكان الجو شتاء ومعايا شال كبير وبلطو صوف، فحطيت الحذاء بتاعي تحت راسي وغطيت نفسي بالشال والبلطو، ورحت في النوم وما حسيتش بأي حاجة، إلا إني صحيت ولقيت نفسي نايم جوه المقبرة، والجو كان برد جدا وصوت الهوا فظيع والدنيا ظلام دامس جدا. فبدأ الخوف يدق بقلبي، وحسيت بإن قلبي بينخلع مني، لأني وحدي بالصحراء والجو ضلمة ومش عارف الساعة كام، هل 1 ولا 2 ولا 3 ولا الفجر، مش عارف. وكمان صحراء، وازاي اعرف امشي علشان اوصل للطريق السريع او طريق السيارات. وتوكلت على الله وبدأت اطمن نفسي واقرأ القرآن واستغفر الله، والخوف هيقتلني من جوايا وانا لوحدي بالصحراء ومفيش حواليا غير الاموات. وبدأ الخوف يسرح في جسمي كله لحد ما شعر ايدي بقى زي المسامير، وانا ماشي وسط المقابر ومخي بيفكر في كل اللي ماتوا بحادثة وعفرتهم هيطلع لي. وفجأة لقيت شيء ابيض زي الحليب جاي من بعيد وجاي ناحيتي، فاترعبت اكتر لدرجة ان بدأت اغمض عيني وانا ماشي، وكل ما امشي يقرب مني لانه بيقابلني وجها لوجه، لحد ما قرب مني وقلبي كان هينخلع من مكانه، لحد ما اكتشفت انه راجل كبير ومعاه كلوب او مصباح من بتوع زمان، فرمى عليا سلام ربنا، فارتحت نفسيا ورديت عليه السلام. فقال لي: مالك يا ابني، وايه اللي جابك هنا في الوقت ده؟ دي الساعة 2 الفجر. فحكيت له حكايتي، فضغط على مفتاح الكلوب فنور المكان، ولقيته راجل كبير مسن ودقنه طويلة وبيضة، ولابس طوب أبيض وعمة بيضة على راسه، ووشه أبيض بيشع منه النور. فقال لي: تعالى معايا. ومشيت معاه، وطول الطريق ما بيتكلمش سوى ذكره لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفجأة ظهر الطريق قدامنا،
فوقف معايا، وأول ما وقفنا شفنا سيارة نقل جاية من بعيد، فرفع الكلوب المنور بتاعه لفوق وبدأ ينوره ويطفيه علشان السواق يشوفنا. وبالفعل السواق وقف، وودعت الشيخ وقلت له ألف شكر يا عم الحاج، وركبت السيارة ورميت السلام على السواق. والسواق قال لي ايه اللي موقفك في حتة مقطوعة كده؟ فحكيت له اللي حصل، وقال لي انا ما شفتش معاك حد، واستغربت اكتر لما لقيتك بتركب وبتقول للهوا سلام عليكم ألف شكر يا عم الحاج، لدرجة إني خفت وكنت هنزلك، لكن شيء جوايا خلاني أكمل واخدك معايا. فقلت له ما شفتش الشيخ ولا الكلوب اللي نوره وطفاه علشان تشوفنا؟ قال لي لا والله ولا شيء على الطريق غيرك. فقلت له خير خير، وكأني كنت بحلم. وروحت البيت نمت واتغطيت، ومن الخوف ما صحيتش غير تاني يوم العصر. ولما حكيت لعمي قال لي اللي ظهر لك ده يبقى قطب من الأقطاب المسلمين جه من عند ربنا علشان يخدمك، لأن المقابر ليها حرمتها، وانت كنت هناك في وقت مش مفروض انك تكون موجود فيه لوحدك، الا لو داخل بالليل في جنازة مع ناس علشان تدفنوا حد، واحمد ربنا ان خرجك منها على خير. وبس، ولحد كده خلصت القصة السادسة والأخيرة. وبس، ولحد كده خلصت قصص المتابعين الستة اللي أنا حكيتها لكم النهاردة. يا رب تكون القصص دي عجبتكم، وما تنسوش لو القصص دي عجبتكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده من كل أكاونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي. وإن شاء الله عقبال ما أجمع كام قصة كده من قصص المتابعين الحلوين أشوفكم المرة الجاية على خير في حلقة جديدة وقصص جديدة، وأقول لكم مع السلامة.